تخيل لو صحينا الصبح لقينا كل الكتب الدينية اتشالت من على الكرة الأرضية، من الكمبيوترات، من المكاتب، مفيش، خلاص خلصنا. ايه اللي هيحصل؟ طيب المسلمين كده كده في 120 مليون حافظين القرآن فهيكتبوه. طب المسيحيين كده كده مفيش حد حافظ الإنجيل، فهيحصل ايه؟ هيبتدي كل كنيسة تحط ايه اللي تعرفه، ما هو الناس لسه موجودة، الناس اللي عارفة العلم هتبتدي تحط اللي هي تعرفه. طيب كل كنيسة طبعا عندها ايه طريقتها وعندها حاجاتها. عملت محاكاة، هيحصل ايه في خلال 30 سنة؟ هيتعمل اصفار جديدة، هيتعمل مذاهب جديدة، كل كنيسة هتبقى ماشية بدماغها وانت مش هتعرف عن بقية الكنايس تقريبا. ليه؟ عشان كل واحد ليه مذهب لوحده. طيب مش مشكلة. طب والتوراة هيحصل فيها ايه؟ في 10 حافظين التوراة. التوراة هو اول 5 كتب في العهد القديم، ماشي، بس التناخ اللي هو بقيه التوراه يعني بقيه اليهوديه لا، مش ما حدش حافظه. في 10 حافظينه هيبتدوا يكتبوا فيه بس مش حافظينه كامل، يعني حافظين تلات ارباعه، فمعظما هيتحفظ منه كتير، بس برضه ساعتها هتبقى في مشكله كبيره قوي ان ايه؟ ان الدين هيرجع لمين؟ للكهنه فقط، يعني ما حدش هيبقى عارفه غير الكهنه. طيب بعد كده الهندوس عندهم كتاب اسمه الفرداس. الفرداس ده حافظه دلوقتي حوالي 100، وفي بس حوالي تحت ال10 بني ادمين اللي يقدروا يقولوه بالطريقه الصح. طب ده هيحصل فيه ايه يا جدعان؟ ده من الاخر الهندوسيه معظم الناس معتمده على الكتاب جدا، فبالنسبه لهم هيبقى فيه لخبطه كبيره جدا. في خلال 30 سنه تقريبا معظم الناس هتسيب الدين ده، لان معظم الكلام اللي مكتوب محدش هيقدر يفتكره بالشرع بتاعه. طيب البوذيه هتندثر من اول يوم. ده بجد، البوذيه مفيش حاجه، كل حاجه لازم تبقى مكتوبه، لان هم ما عندهمش اي علم غالبا. هيالفوا قصص جديده عن بوذا مثلا، ان هو مثلا بالونه وكانت بتطير وفرقعت اي حاجه يعني. طيب كويس قوي. طب المسلمين برضو لا، ما في واحد يقول لك لا انت عندك الحديث يا باشا، الحديث ده لما يروح انت بتشرع منه وبتشتغل عليه، ما تفوتش الحاجه. طيب انا هجيب لك 3 حاجات من الحديث. ال3 حاجات دول موجودين في الحديث وموجودين مش موجودين في القرآن، اللي هم ايه؟ الصلاة والزكاة وتاكل ايه وما تاكلش ايه. طيب حلو قوي، نبتدي بالايه؟ بالصلاه. الصلاه اصلا انا بصلي طول عمري وما اعرفش حديث الصلاه، فانا مش محتاجه. طب وفي نفس الوقت الصحابه لما كانوا بيدعوا الناس للدين ما كانوش بيستخدموا اساسا الحديث بتاع الصلاه. اساسا الصحابه ما كانوش بيستخدموا الحديث اصلا. ليه؟ يعني استندنا على كده من ايه؟ من كتاب البخاري. البخاري بيقول مين عارف الحديث ومين مش عارفه. يعني مثلا ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. ابو بكر الصديق ما يعرفوش، عمر بن الخطاب ما يعرفوش، علي ما يعرفوش، عثمان ما يعرفوش، كل الناس رضي الله عنهم دول ما يعرفوش، بس انت عارفه، صباح الفل. بس فالصلاه دي حاجه مختلفه. ليه؟ لان لو واحد ما يعرفش حاجه عن الدين الاسلامي، عمره ما سمع عنه اصلا، وراح رايح دوله اسلاميه، هيلاقي الله اكبر ب5 مرات في اليوم بتتعاد. ما انا ما بقولكش غير ان الكتب اندثرت، لكن الدين نفسه لسه موجود. هيندثر ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه. طيب كويس قوي. ناخد حاجه تانية، الزكاه. الزكاه دي بقى فيها حسبه، يعني يا باشا ايه دي؟ حسبه. طب مش مشكله، ما انا مش عارفها، انا ولا عارف النصاب يا باشا، انا جاهل في ديني، ولا عارف الزكاه قد ايه ولا اي حاجه. هنزل لشيخ الجامع، هسال ابويا، هسال امي، هسال البواب، عادي، كل الناس عارفه اصلا. يعني الموضوع في خلال يومين هتلاقي ايه العلماء الدين كتبوه عادي جدا، كتبوا الحاجات الشريعه. طيب الاكل، تاكل ايه وما تاكلش ايه؟ احنا بناكل كل يوم يعني. المفروض ما بتاكلش الحمير، ليه؟ عشان عندها حوافر. طبعا معظمنا كل حمير من غير ما يعرف، بس الحمد لله يعني نعديها. اوكي، فاحنا كمسلمين هتلاقيه على طول إيه؟ احنا ما بناكلش ده ليه؟ ليه حوافر، في حديث كان بيقول كده. طب صباح الفل، اكتبوا بس الرول ده وخلاص خلص الموضوع. فاحنا في خلال شهر الاسلام هيفضل زي ما هو، خلاص خلصنا، عدى الموضوع. بقيه الاديان هتقع. دي اسمها تكستوال ريزيلينس. ده بتحسب قد ايه قوي الدين ده او الكلام ده موجود وهيروح ولا مش هيروح. بالنسبه لمعظم الاديان ده ضعيف جدا. بالنسبه للاسلام هو مستحيل يروح، يعني لما تفكر فيها هو معمول سيستم ده يعني قوي جدا لدرجه انه ما ينفعش يروح. احنا شلنا الكتاب وشلنا السنه، ففي الاكل مش محتاجين السنه برضو في حاجه، او مش محتاجين، مش قصدي مش محتاجين السنه، احنا بنطبق السنه والقران جوانا. فبالنسبه لنا ان الحاجات اللي هي مكتوبه زكاه، اللي هي تاكل ايه وما تاكلش ايه، دي خلاص احنا بنتعامل بيها في اليوم. فالدين الاسلامي معمول بطريقه انه يفضل، فمهما تحارب، مهما اتقتلت الناس، هيفضل يزيد وهيفضل يكبر. ودي قوه الاديان. يعني لو عاوز تشوف مدى قوه دينك قصاد دين تاني، ده هو ده الدين الاسلامي، اقوى دين في الحياه. لو تعرف توقعه قول لي طريقه مثلا توقعه بيها، او قول لي طريقه ده هيندثر بسببها. هو ما اندثرش ومش هيندثر وهيفضل قوي. ده من وجهه نظري. لو حد عنده راي تاني يا ريت يجي يشرح لي.